فرقتنا فرقة التراث الموسيقي بقيادة المايسترو علاء مديد على إحياء التراث العراقي الأصيل بشكل جماعي، وهذا يدلل على أن هذه الفرقة هي لها دور كبير في رسم معالم تراثية جديدة للجيل الجديد. نتمنى أن تواصل الفرقة تصاعدها باستمرار لتقديم المزيد من إحياء تراثنا. اليوم مشاركتي في نشاط الفرقة الوطنية للتراث الموسيقي العراقي راح تكون عن المقام العراقي، وهو المقام العراقي الحقيقة ذروة الأشكال الغنائية في العراق، هو تراث العراقيين جميعا. بس عندنا طلب صغير، ممكن نسمع شيء من اللي راح تقدمه اليوم، شيء كواليس حصري لوكالتنا وكالة SMC. أمان أمان نسيم بغداد للأرواح يحييها، وللعيون دواء في مآقيها. أجر بالهجر روحي خاداني وتقاني أجر. التراث العراقي لما يعزف بطريقة صح، إذا كانوا كبار أو شباب أو صغار، هو تراث جميل، هو يمثل عن هويتنا، عن تراثنا، عن بصمتنا الخاصة، يكون مؤثر. الآلات التراثية اللي نستخدمها هي كلها من أصول عراقية، إن كانت جوزة أو سنطور أو قانون أو عود أو ناي أو الإيقاعات، والعازفين والعازفات كلهم مستوى عالي وطوروا هواي بالفرقة. وأنا يعني كان لي الشرف أني أقود هذه المجموعة الحلوة وطورتها وخليتهم يسجمون. راح تشوفون مجموعة من الفتيات الشابات الأنيقات الجميلات، عزفا وغناء وهنداما وثقافة، وهن يمثلن الشابات العراقيات المتمدنات اللي يمثلون الثقافة العراقية مال أيام زمان. يعني أنا أريد أظهر ثقافتنا كما هي، بغداد كما هي، العراق كما هو. وفرقة سومريات راح يكون لها شأن كبير، تذكر كلامي، راح يكون لها شأن كبير في العراق والعالم إن شاء الله. صراحة انه انا كنت ما متوقع انه في اليوم من الايام راح اشارك في برنامج للهواة اللي هو عراق ايدل. كان صراحة هو يعتبر نقلة نوعية بالنسبة لي، يعني من الهواة الى الاحتراف. وكذلك انه الحمد لله انه احتضني الاستاذ علاء مجيد. شهادتي مجروحة، حفل رائع، فن عظيم، إنه لازم نوصل صوتنا لأبعد حدود العالم أساسا، مو بس الوطن العربي. فرحان من كل قلبي، فرحان حقيقة. يبثون روح من الفرح والأمل والمحبة، وتأكيد على أنه هذا البلد به إرث ضخم جدا. والفرقة احنا مثل ما شفناها ما شاء الله عليه، فرقة عراقية الصرف،
في منتجها وفي تبنيها للتراث وفي ناسها.